أهلا بكم. تستعد مصر لإجراء أول انتخابات تشريعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أما على صعيد التحالفات والتيارات فستجرى انتخابات مجلس الشعب بعد خروج جماعة الإخوان عن المشهد في 30 من يونيو الماضي أو قبل الماضي، التي أعادت رسم الخارطة للساحة السياسية. عن حظوظ التيار السلفي نتابع أولا هذا التقرير ثم نعود لنفتح باب النقاش. وسط هذا الزخم الانتخابي من قبل القوى السياسية استعدادا لانتخابات البرلمان، تتجه الأنظار إلى السلفيين الذين أيدوا الإطاحة بحكم الإخوان وأعلنوا مشاركتهم في تلك الانتخابات، إلا أن علامات استفهام تدور حول مدى شعبيتهم في الشارع الآن وما يمكن أن يحصدوه من مقاعد في البرلمان القادم. حزب مثل سائر الأحزاب ممكن يكون تأثرت جزء من شعبيته سلبا، واستطاع أنه يكتسب بعض المؤيدين من دوائر أخرى لم تكن مؤيدة للحزب. المعدلات ما خسروا الحزب وما كسبوا من أصوات ومؤيدين له خلال هذه الفترة الزمنية ده مش هيبينه إلا انتخابات فعلا حقيقية موجودة. احنا بنأمل، احنا بنشتغل في الشارع على أساس اللي احنا نحصل على نفس النسبة اللي حصلنا عليها الانتخابات الماضية، حتى لو أقلنا عنها ما نقلش بنسبة كبيرة. ده طموحنا وأملنا، ولكن الواقع بقى ده أمر ما نقدرش اللي احنا نوصفه غير بعد الانتخابات فعلا. ومع محاولات الأحزاب والقوى السياسية لعقد تحالفات تخوض بها انتخابات البرلمان، يظل السلفيون خارج حسابات التيار المدني على اختلاف توجهاته السياسية والفكرية، ما يعكس تراجعا من وجهة نظر مراقبين في قوة شعبية السلفيين. السلفيين ربما قوتهم في الشارع انخفضت كثيرا بتبعية أن ما فعله الإسلاميين عموما حال وصول السلطة بعد ثورة يناير كان في فشل كبير في إدارتهم للدولة، وبالتالي نسبة وجودهم في البرلمان لن تتعدى برأيي 10% في مقاعد البرلمان القادم، مع بأخذ في الاعتبار عودة قوى طبيعية لنفوذها ودورها مثل يعني قيادات الحزب الوطني السابق، أيضا مثل دور القوى المدنية ودورها في إسقاط نظام جماعة الإخوان المسلمين وما بعد 30 من يونيو. ومع ذلك فقد أعلن قادة من التيار السلفي عن إجراء مفاوضات مع قوى سياسية من المنتمين للتيارات المدنية لضمهم إلى قوائمه الانتخابية، إلا أن تلك المفاوضات لا تزال على ما يبدو بعيدة عن أي اتفاق معلن بين الطرفين حتى الآن. ويرى مراقبون أنه من الطبيعي حين معرفة موعد انتخابات مجلس الشعب أن تشهد مصر سخونة وتصعيدا في الأجواء السياسية. أما سؤال اليوم على فيسبوك مشاهدينا عن متى كان الوضع الأمني أكثر استقرارا في بلدك ولماذا؟ ننتظر مشاركاتكم التي سنعرضها تباعا في فقرتنا وأيضا في بلينك مع الزميل توني نداف. وينضم إلينا الآن من القاهرة ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل. أهلا بك يا أستاذ ناجي. أهلا بك في اليوم على الحر. نعرف قوة التيار السلفي الانتخابية شاهدناها في الانتخابات البرلمانية الماضية، ولكن بعد كل هذه المتغيرات التي حدثت اكتسب التيار أصوات وفقد أصوات. كيف تقيم أنت قوة التيار السلفي في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ لا، هو فقد أصوات ولم يكتسب أصوات. فقد أصوات كثيرة وفقد المزاج العام الحاكم للشعب المصري. المزاج العام الحاكم للشعب المصري على مدى العقود الثلاثة الماضية كان منحاز للتيار الإسلامي، وكان ممكن يتحدى كل قوى دولة مبارك من أجل أن يمنح أصواته لمرشح من هذا التيار. ولكن بعد سنة من عمر الحكم الإخواني في مصر الشعب المصري مزاجه اختلف 180 درجة، فأصبح من الصعوبة بمكان أن تجد أي تكتل سكاني أو تكتل يجمع مجموعة من الناخبين من ممكن أن يمنحوا أصواتهم لممثل هذا التيار. وبالتالي هو التيار السلفي لم يكتسب أرضا جديدة، لم يكتسب أصواتا جديدة، بل خسر أرضا كان يمتلكها وخسر أصواتا كانت دائما بتذهب إلى صندوق الانتخابات له. ربما ضيف التيار السلفي في التقرير كان يتحدث عن أنه كسب أصوات ربما المؤيدين لأنصار جماعة الإخوان أو الذين كانوا يعطون أصواتهم للإخوان، طالما أن الإخوان خارج اللعبة البرلمانية الآن. هو كان قصده هذا، بس هذا غير صحيح، لأن اللي كانوا بيعطوا أصواتهم للإخوان هم مجموعة من الشعب المصري، يعني جزء من نسيج الشعب المصري، وده اللي قلت لك عليه المزاج الحاكم للشعب المصري كان مع التيار الإسلامي. هؤلاء جميعا انصرف عنه
واما ال يعني القوه الحقيقيه لجماعه الاخوان التصويتيه هي قوه محدوده لا ترجح اي فوز اي مرشح في اي دائره من الدوائر. وبالتالي اذا كان هو بيتكلم على الكتل التصويتيه المنظمه الاخوانيه فهذه ايضا لا يمكن نسميها اضافه حقيقيه. ضيفنا الثاني في التقرير قال انه يتوقع نسبه 10% تقريبا للتيار السلفي في الانتخابات، انت كيف تتوقع؟ ده نسبه، هو بيبالغ في هذه النسبه كمان. انا اعتقد ان التيار السلفي مش هيتعدى اصابع اليدين في الانتخابات المقبله، لان ده برضه يرجع الى المزاج العام اللي بيحاكم الشعب المصري الان، وخاصه بعد تفشي الارهاب بشكل واسع سواء في سيناء او في محافظات مصر المختلفة، ووضع ألغام هنا وهناك وعبوات ناسفة. فالشعب المصري لأنه شعب أساسا معتدل وشعب وسطي ف يعني هيجنح إلى أقصى اليمين. طيب إذا في هذه الحالة أنت كيف تقرأ خريطة التوازنات أو القوى البرلمانية في البرلمان المقبل؟ وبرضه التيار المدني ليس تيارا مدنيا ناكر للدين، هو تيار مدني كل أحزابه تقريبا مرجعيتهم الإسلام، لأنها مرجعية مستمدة من الدستور. وبالتالي مش هيجد الشعب المصري أو القوى الناخبين فيه هيجدوا في التيار المدني ما يعوضهم عن التيار الإسلامي. يعني ما فيش أحزاب من الأحزاب بتنكر أهمية الدين الإسلامي في تسيير الأمور في مصر، وطبقا للدستور وان الماده الثانيه منه الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسي للتشريع. فاصبحت ان الكل لازم كل الاحزاب لابد ان تكون مرجعيتها هي الاسلام، ولكنها لا تسعى لاقامه دوله دينيه، ولا يمكن ان تسمى انها احزاب دينيه. فالاحزاب المدنيه بتتفاوت من قوه لاخرى، وانا اعتقد ان في تحالفين ظاهرين على السطح في مصر. اولهم ائتلاف الجبهه المصريه، وده هي القوة الرئيسية الداعمة ل 30 يونيو والداعمة لخريطة المستقبل في 3 يوليو والداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسته. من أبرز شخصيتها؟ ديت أبرز شخصيتها حزب الجيل أنا بمثله، وحزب الحركة الوطنية، وحزب التجمع، وحزب مصر بلدي، وحزب المؤتمر، وحزب الغد، وحزب مصر الحديثة، ومعهم اتحاد النقابات العمالية، ومعهم اتحاد النقابات المهنية، وايضا نقابة الفلاحين. ده مسؤول القوى الوسطية، وده لها مرشحين على المستوى الفردي في كل مكان. واحنا قررنا احنا نقود الانتخابات على كل دول الفردية 420 دائرة، وايضا على ال4 قوائم اللي بيمثلوا 120 دائرة، وبنأمل ان احنا يكون لنا الاغلبية، فان لم تكن فسيكون لنا الاكثريه في هذا البرلمان. القوى الاخرى هو التحالف الوفد المصري، مكون من حزب الوفد، ومكون من حزب البناء حزب الاصلاح والتنميه، وحزب الوعي، وحزب المحافظين، وحزب المصري الديمقراطي. وديت برضه هي بتسعى لانها تنزل في كل الدوائر الفرديه، وايضا على مستوى القوائم، وتبقى المنافسه بين القوتين. في قوه ثالثه لان الدستور سمح للمستقلين ان هم يعملوا قوائم، بيمثلها الدكتور كمال الجنزوري، وهو بيشغل عليها منصب مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون السياسيه والمعلوماتيه، وبيعد قائمه مكونه من احزاب سياسيه، من شخصيات عامه مستقله، من وزراء سابقين. وما زالت حتى هذه اللحظه المفاوضات بينه وبين القوى الحزبيه متعثره. قد يكون ائتلاف الجبهه المصريه بيتواصل معاه وقدمنا له 25 اسم، الا ان تحالف الوفد اعلن بشكل نهائي انه مش نازل معاه. فاصبحت المساله انها تبقى قائمه وطنيه تشمل كل انواع الطيف، اصبحت مشكوك فيها بعد خروج معظم الاحزاب منها. لو اردنا في عجاله ان تلخص لنا او تقيم لنا قوه البرلمان المقبل في ظل الصلاحيات الممنوحه له في الدستور. البرلمان المقبل هيكون داعم ومساند للرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب الشعبيه الطاغيه التي لم يحظى عليها رئيس مصري من قبل باستثناء الرئيس الزعيم جمال عبد الناصر. وقانون مجلس النواب اتاح ان يكون البرلمان داعم، لانه عمل نظام الانتخابات طبقا للنظام المختلط بين القائمه المطلقه والنظام الفردي، وعمل القائمه 120 كرسي و420 للمقاعد الفرديه. النواب الفرديين بطبيعتهم مش هيكونوا داخل دوكيلات حزبيه، فيكون الصفه الغالبه على البرلمان 2015 هيكون هو النائب المستقل. لا تتوقع ان يتم الطعن على البرلمان المقبل؟ لا، الطعون متاحه، لان في اكثر من نص دستوري يجعل من الطعن على قوانين ميسور، ولكن لو احنا الطعن كله يكون هيتركز على قانون المجلس النواب اللي عملوا قائمه مطلقه. مين اللي اصدره؟ اصدره المستشار عدلي منصور،
رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي هو ما حطش توقيعه في نهاية القانون إلا إذا تأكد من أن هذا القانون هو قانون دستوري. أما قانون الدوائر اللي هيطلع بعد ساعات، فهذا القانون هو لأول مرة لجنة تشتغل بحيادية شديدة. لا بتشتغل لأصحاب نفوذ، لا بتشتغل لصالح وزراء، ولا بتشتغل لصالح رجال المال. هي كانت لجنه مهنيه حياديه حطت امامها الشروط الدستوريه الثلاث، اللي هو تمثيل عادل للسكان وللمحافظات وتمثيل متكافئ للناخبين. انا بشكرك استاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، شكرا جزيلا لك. شكرا يا فندم. اتمنى ان شاء الله انتخابات برلمانيه تمثل مصر بشكل منصف. شكرا جزيلا.